السلام عليكم. النهاردة هنعمل الطحينة الخام البيضة في البيت بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة جدا. طبعا الطحينة زي حاجات كتير غليت، الطحينة كمان غليت وسعرها وصل ل80 جنيه ويمكن اكتر. الفيديو ده رغم انه مدته قصيرة الا ان هو مفيد لناس كتير جدا، هيوفر عليكي كتير جدا. معايا كوبايتين من السمسم الابيض ومعايا كوباية من الزيت. السمسم ده هنحطه على نار متوسطة علشان نحمصه ونطلع الرطوبة اللي فيه. يعني هنقلبه كده لمدة 5 دقايق على نار متوسطة. بعد ما خلاص حمصت السمسم هرفعه من على النار بقى واسيبه يبرد شوية. بعد كده هحطه في المطحنة بتاعتي وبعد كده هبدأ ان انا هفرمه فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفينه كده بودر. وبعد كده هحطه في طبق او في اي حاجة علشان نبرده. وبعد كده هنعمل الخطوة اللي بعدها. طبعا انا هعمل الكمية كلها كده. خلاص انا طحنت الكمية كلها وحطيتها في حاجة واسعة علشان يبرد. بعد كده هنزل بالسمسم المطحون ده في شفشق الخلاط بكل الكمية. ممكن تعملي نص الكمية، نص زيت ونص سمسم زي ما تحبي. وبعد كده هنزل بكوباية الزيت اللي معايا وهطحنهم في الخلاط مع بعض. طبعا يا جماعة كوباية الزيت لو تلاحظوا صغيرة شوية عن كوباية السمسم، فاحنا هنحط هنا بنفس معيار كوباية السمسم كوباية الا ربع من الزيت. بعد كده هحط بقى الطحينة بتاعتي في برطمان زي ما حضراتكم شايفينها نازلة ناعمة جدا وما فيهاش اي تكتلات ولا مخرزة. اعملوها بنفس المقدار وبنفس الطريقة بتاعتي دي وان شاء الله هتظبط معاكم. وكانت طعمها حلو جدا، ما تفرقش حاجة خالص عن الطحينة اللي بتيجي من بره وقوامها مظبوط جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.